خلصت التاسك اللي قلت لك عليها يا باشمهندس اسامه؟ انا ايوه انا اللي خلصت، انا اللي قاعد ببرمج من اول اليوم، واسامه ما برمجش اي حاجه. انت مرفوض يا استاذ. هو الاي اي فعلا هيستبدل البشر؟ الاجابه اكيد لا. عشان مهما الاي اي اتطور برضه هيفضل مجرد طول صنعها العقل البشري. صحيح الاي اي بيقدر يعمل حاجات كتيره بسرعه وبدقه، لكنه ولا بيفكر ولا بيبدع ولا بيتخيل ولا بيحلم ولا بيحس. هو مجرد نموذج بيحاكي اللي اتعلمه من غير فهم حقيقي، فهو بيسمع كل اللي العقل البشري حفظه له. واوعى تنسى ان كل الابتكارات العظيمه اللي في التاريخ من اول الطباعه لحد الاي اي اللي اخترعها هو الانسان، يعني العقل البشري. فالاي اي هو بيعتمد على بيانات موجوده، ولكنه ما بيقدرش ان هو يخلق فكره جديده من العدم. الذكاء الحقيقي مش بس معلومات، لكنه فهم وتحليل، ومش انك تحفظ، لا هو انك تفهم وتحلل وتفكر بشكل مختلف. الاي اي ممكن يجاوبك على اي سؤال، لكن هو مش فاهم وبيكرر كلام محفوظ. فنقدر نقول ان هو هيخلي حياتنا احسن، ولكن ما نقدرش نقول ان هو هيستبدلنا. فالفرق بين الشخص الناجح والشخص اللي ممكن الاي اي ياخد مكانه هو انه بيعتمد على الاي اي كمساعد مش كبديل. استخدم الاي اي، ولكن اوعى تخليه يستخدمك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعنا وتعمل لنا لايك وفولو، وتستنى الفيديوهات الجايه.